عاجل أبو تريكة، مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه بتدخل مراحلها الحاسمة. قال محمد أبو تريكة إن الساعات الماضية شهدت تطورات جديدة في ملف انتقال اللاعب المصري محمود تريزيجيه من نادي الريان القطري إلى النادي الأهلي. وتابع تريكة خلال تصريحاته إن هناك اهتمام كبير داخل النادي الأهلي لضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. وواصل تريكا إن هذا الاهتمام المتبادل بين اللاعب والنادي الأهلي في ظل عدم تأقلم تريزيجيه مع الأجواء في نادي الريان القطري مما دفعه للبحث عن خيارات جديدة، وفي المقابل بيرى النادي الأهلي في تريزيجيه إضافة قوية للفريق خاصة بخبرته الكبيرة وقدراته الفنية العالية. وأشار تريكا إلى أن المفاوضات بين الأهلي ونادي طرابزون سبور التركي لا تزال جارية، حيث بيطلب النادي التركي مبلغ قدره 1,300,000 يورو للتنازل عن اللاعب. وعلى الرغم من وجود بعض العقبات إلا أن الطرفان بيسعان إلى التوصل لاتفاق نهائي في الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب موعد غلق باب الانتقالات. آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي مع نجم باتشوكا المكسيكي. قال محمد أبو تريكة إن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي بيقود المفاوضات مع نادي باتشوكا المكسيكي لضم المغربي أسامة إدريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وتابع تريكة السبت الماضي تواصلنا مع الفريدو تيري المدير الرياضي لنادي باتشوكا، وأكد أن النادي الأهلي لم يتواصل معهم لضم المغربي أسامة إدريسي وأنهم منفتحين على رحيل اللاعب في حال وصول عرض مناسب. وأضاف في الوقت الحالي خالد مرتجي بيقود ملف التفاوض مع وكيل الإدريسي ونادي باتشوكا، وحصل اجتماع عبر زوم، والأهلي بينتظر معرفة الطلبات المالية للنادي باتشوكا لحسم موقفه من صفقة أسامة إدريسي للنادي الأهلي. تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف ساليتش مهاجم سيروس السويدي. كشف محمد أبو تريكة عن آخر التطورات بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع يوسف ساليتش مهاجم سيروس السويدي. وقال تريكة خلال تصريحاته: يوسف ساليتش مهاجم سيروس السويدي عاد من جديد في الصورة، وهناك مميزات في هذا اللاعب يراها الأهلي، وكولر بيضع في مقدمة حساباته الفنية. وتابع تريكة: اللاعب الفلسطيني فلن يأخذ مكان لاعب أجنبي، كما أن اللاعب مرحب جدا بالانضمام للنادي الأهلي نادي القرن. عاجل الأهلي بيقترب من ضم بغداد بونجاح. تفاصيل جديدة عن الصفقة المحتملة. شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف انتقال المهاجم الجزائري بغداد بونجاح من نادي الشمال القطري إلى النادي الأهلي المصري في ظل اهتمام المارد الأحمر في ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. وذكر مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأهلي قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب بونجاح حول كافة بنود العقد الشخصي، إلا أن المفاوضات مع نادي الشمال القطري ما زالت تواجه بعض العقبات، حيث يطالب النادي القطري بالحصول على خدمات اللاعب المصري مروان عطية ضمن صفقة انتقال بونجاح، وهو ما رفضه مسؤولي الأهلي. وفي ظل تعنت نادي الشمال القطري في بيع اللاعب، ظهر سيناريو جديد بيقضي بإعارة بونجاح إلى النادي الأهلي لمدة موسم واحد قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، وذلك كنوع من التسهيلات التي يقدمها النادي القطري لنظيره الأهلي. ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة جلسة حاسمة تجمع بين مسؤولي النادي الأهلي واللاعب بونجاح ومسؤولي نادي الشمال القطري، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة والوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف. الأهلي بيحسم مصير كهربا. كشفت التقارير الصحفية أن النادي الأهلي المصري استقر على رحيل مهاجمه محمود عبد المنعم كهربا، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل على الرغم من عدم امتلاكه أي عروض للرحيل. وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة مختار إن استمرار المهاجم محمود كهربا مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري أصبح أمر صعب جدا في ظل تراجع مستواه الفني والغضب الجماهيري المتزايد ضده.
وأكدت اللجنة أن الأزمات التي مر بها اللاعب مؤخرا سواء مع الجهاز الفني أو الجماهير أدخلت الفريق في أزمة حادة، وذكرت أن الحل الأنسب في الوقت الحالي هو أن يرحل كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وجاء هذا القرار بعد الأزمة الأخيرة بين كهربا وجماهير الأهلي في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، عندما قام بتحريض زملائه على عدم تحية الجماهير التي هتفت ضده قبل المباراة بسبب ضياع ركلة جزاء حاسمة في مباراة الفريق السابقة، والتي أسفرت عن وداع الأهلي لبطولة كأس الانتركونتيننتال. ويعمل الأهلي على حسم موقف اللاعب في الأيام المقبلة، علما بأن كهربا لا يمتلك أي عروض في الوقت الحالي، لكنه أبدى استعداده للرحيل على سبيل الإعارة في يناير المقبل.